بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة مش هنعمل أي حاجة من اللي بنعملها مع بعض. أنا هعمل فيديو أجاوب على أسئلتكم. بس أنا علشان ساعات ما ببقاش فاضية أكتب في التعليق، فقلت خلاص أنا هعمله فيديو وأجيب على كل الأسئلة اللي سألتوني فيها في التعليقات. وانا بشكركم جدا 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 على تعليقاتكم الجميلة، وبشكركم جدا على لايكاتكم وعلى مشاهداتكم. انا فرحانة جدا بالتفاعل اللي حاصل بينا. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، وربنا يجازيكم كل الخير يا رب. بس قبل ما تدخلي بالله عليكي، يعني ارجوكي تاني حطي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل الاشعارات الجديدة. طبعا اول حاجة، في ناس كانت متابعاني في القناة القديمة من 5 سنين يعني، وعارفة عني كل الحاجات ومتابعة الفيديوهات وكده. وفي ناس داخلة جديدة بتسألني بقى، فانا قلت خلاص انا اعرف نفسي للناس الجديدة اللي دخلوا عندي، اللي ما يعرفوش لولو يعني. فقلت هعمل الفيديو ده، يا رب يعجبكم. بس بصوا يا حبايبي، الناس الجديدة بقى، انا اسمي ام مصطفى، او ابتسام ده اسمي. بس لولو ده مش اسمي بصراحة. يوميات أفكار وأكلات لولو ده اسم بنتي على فكرة، دلع بنتي اسمها ريماس، وأنا بدلعها أقول لها يا لولو. فأنا أول ما عملت القناة عملتها أفكار وأكلات عشان هعمل فيها أفكار وأكلات. طب أفكار وأكلات مين؟ أم مصطفى. لقيت أم مصطفى بصراحة اسم قنوات كتير يعني، ولولو برضو اسم قنوات كتير، بس عشان اسم بنتي عزيز على قلبي الصراحة، فقلت لا، هسميه أفكار وأكلات لولو. وحتى على الفيسبوك برضك كان هو ده اسمي، فعشان كده انا بحب اسم لولو، فسميت القناة باسمه يعني. حتى لما بعت القناة القديمة وجيت عملت القناة الجديدة دي، في ناس كتير قالت لي غيري الاسم بقى، بس انا بصراحة بحب الاسم ده وبتفائل بيه، فزودت كلمة يوميات بس عشان ما يبقاش الاسم مكرر. وبرضو افكار واكلات لولو، انا بحب بصراحة افكار واكلات لولو، وهي ديت ليها ذكريات حلوة معايا صراحة. القناة القديمة أنا عملتها واشتغلت فيها 5 سنين بحالهم. كان جه عليا وقت كنت بيأس فيه من قلة المشاهدات وقلة المتابعين، وكان في اوقات بشوف تعليقات حلوة قوي بتعجبني، ولايكات حلوة وتفاعل وكده، كنت ببقى مبسوطة وبعمل. انا كنت تقريبا بعمل فيديوهات كل يوم، فعملنا مع بعض افكار مش عايزة اقول لكم هاند ميد بقى، وافكار حلوة جدا، وعملنا اكلات حلوة قوي، وعملنا روتينات، وكان فيها ذكريات حلوة قوي، وانا كنت بصراحة بحبها. بس انا والله طب ليه انا عملت لكم فيديو وشرحت لكم فيه انا بعت القناة وليه وكده. وفي ناس زعلت مني وقالت لي ليه يا لولو بتبيعي القناة، احنا اتعلقنا بيكي. وفي ناس زعلت وقالت لي انت بتبيعي مشتركينك، انت بتبيعي المتابعين عشان الفلوس وكده. والله الموضوع مش موضوع فلوس، يعني هقول لكم الموضوع فيه مادة. طبعا انا بعتها بمقابل، مش بعتها من غير مقابل يعني، بس انا بعتها بمقابل بسيط جدا جدا جدا، يعني ما يعملش اي حاجة الصراحة، ما يستاهلش التضحية. بس انا بعتها في لحظة يأس، انا كنت يأسة منها جدا ومن قلة مشاهداتها، والمشاهدات واقعة جدا ومفيش حد بيساعد حد. و5 سنين في القناة ماتت. اليوتيوب ما بقاش خلاص بيقترحها، مهما تشتغلي فيها فانتي بتشتغلي على الفاضي، علشان 50 60 100 بيتابعوكي من 40 ألف مشترك عندك. انتي فاهمة يعني كان فيها 40 ألف مشترك ما بيتابعنيش مثلا غير 100 150 بالكتير قوي كل فيديو، فحاسة اني بشتغل على الفاضي ومفيش حد بيساعدني، والقناة خلاص لما بتغيب على فكرة اليوتيوب بيجمدها. فكان الحل الوحيد اني يعني اتخلص منها او ابيعها او كده، وافتح قناة جديدة، دم جديد بقى وقناة جديدة. ممكن اليوتيوب يقترحها ويبقى دم جديد وكده. فانا خدت الصراحه في لحظه يأس من الحكايه دي، وقلت خلاص ما دام في حاجه اسمها بيع قنوات، ابيعها واستفيد بتمنها وارجع افتح واحده تانية، والناس اللي بتحبني هتيجي عندي، ويمكن تبقى روح ودم جديده وربنا يكرمني فيها يعني، وتبقى خير عوض يعني عن اللي فاتت، وال5 سنين اللي فاتوا شغل وتعب من غير اي حد ما يساعدني الصراحه. غير المقابل المادي كان بسيط جدا، يعني انا مش عايزه اقول لكم تمنها كان قد ايه عشان ما تتخضوش يعني. انا في بيع القناه ده والله اتسرعت، ووقعت في ايد ناس ضحكوا عليا صراحه. يعني هي الست الوسيطه اللي اتوسطت في بيع القناه ست محترمه، ما اقدرش اقول عليها غير ان هي ست محترمه، بس بصراحه ما قالتليش الحق.
يعني ممكن تكون هي سمعاني وهتسمع الفيديو ده. انا قلت لها في هوجة قنوات اللي هم تنظيف البشرة، القناة اللي هي الشركة الأجنبية بتاعت تنظيف البشرة دي بتشتري القنوات وكده. قالت لي لا، بس ما بتشتريش اللي أقل من 100,000. فأنا اتفاجئت إن بعد القناة ما اتباعت يجي بأسبوع ولا حاجة لقيتهم مشغلين على الفيديوهات المقرفة دي. يعني معنى كده إن الشركة اشترتها. فهي ضحكت عليا وما قالتليش الصراحة بصراحة يعني. هي وسيطة. وانا لما سألتها قالت لي لا، مش الشركة دي ما بتشتريش القنوات اللي اقل من 100,000، بتشتري اللي فوق 100,000 بس. انتوا فاهمين؟ فالقنوات دي الشركة دي بتشتري قنوات بمبالغ كبيرة. انا بقى يعني اتضحك عليا بما اصح يعني. اتضحك عليا فما خدتش تمنها الحقيقي صراحة. خدت تمن قليل جدا عن طريق الوسيطة دي. الوسيطة دي انا ما بغلطش فيها، يا ست محترمة. والتعامل معاها حلو وكل حاجة، بس هي ما صرحتنيش، هي ما قالتليش الحقيقة صراحة. ما اعرفش بقى، هي كانت عارفة ما كانتش عارفة، الله اعلم. بس السعر اللي انا خدته في القناة سعر رمزي جدا. يعني كل الناس اللي باعوا قنوات باعوها بمبالغ اكبر من بتاعتي بكتير. انا سألت بعد كده وعرفت كمان، ويا رب تكون هي سمعاني، ان المبلغ اللي اتحول لها اللي رحنا سحبناه من فودافون كاش وهي كانت معايا المبلغ الضعف. يعني هي عطتني نصه بس وخدت نصه، تخيلوا بقى. وانا ما عرفتش غير بعد ما الفلوس جات لي ان المبلغ اللي اتحول لها الضعف. يعني هي قسمتني في القناة، تعتبر هي قسمت معايا، تخيلوا بقى. انا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. انا ما اكتشفتش الحاجات دي غير بعد ما بعت يعني. بقول حسبي الله ونعم الوكيل. انا بعت بمزاجي، محدش غصب عليا. بس ما لحقتش افكر وما لحقتش اتأنى. وزي ما قلت لكم كده تعرضت لعمليه مش مظبوطه. يعني انا بحكي لكم اهو. عرفت بعد كده ان الفلوس اللي اتحولت اكتر من اللي هي كانت عطيها لي بالضعف. يعني هي قسمتني بالنص تقريبا. وان كمان ان الشركه هي اللي اشترت القناه دي، شركه تنظيف البشره، هم بيدفعوا مبالغ كبيره يعني. وهي ما قالتليش، فانتوا فاهمين. وتالت حاجة بقى، لما عملت القناة الجديدة قلت لها اعملي لي عندك منتدى. قالت لي المنتدى عندي واقع ومش عارفة ايه، بس ممكن تبقى فتحة خير واعمل لك، يمكن ربنا يكرمنا جميعا وكده. ولا سألت فيا. هي قالت لي اديني لينك القناة. انا بصراحة ما بعرفش اطلع اللينك يعني الرابط يعني. بس هي لو انا قلت لها اسمها، هي لو بحثت عنها هتلاقيها في البحث اول حاجة يعني. لو عايزة تجيبها هتجيبها. وما شيرتليش الفيديو، تخيلوا يعني. وما وقفتش جنبي ولا عملت لي اعلان. وانا اصلا بعتها في ساعة يأس، ما لحقتش اقول لمتابعيني اشتركوا ولا هعمل قناة ولا اي حاجة من الكلام دي. ما عملتش فيديو وداع بصراحة. الموضوع جه فجأة كده. بصوا يعني هي كلمتني بالليل والصبح كنت بايعاها. مش عايزة اقول لكم كانت سرعة رهيبة. ما عرفتي كان فين دماغي. انا حاسة اني غلطت غلطة كبيرة، بس مش مشكلة. ما بيتعلمش ببلاش. بس فوق ده كله عوض ربنا كان كبير قوي عليا صراحة. عملت القناة، محدش ساعدني. كتبت القنوات كتيرة جدا، قولوا للناس بس ان لولو عملت قناة جديدة. ابدا ولا حد سأل فيا. اوعوا تفكروا ان الستات اللي بيطلعوا عاملين شيوخ وعاملين ستات التقوى والرحمة والخير والكلام ده ما بيعلنوش لحد غير بفلوس. غير كده ودي ومحبة كده لا خالص. ده عن تجربة، وانا بقول واللي تطلع تكدمني هحط صباعي في عينها. لاني دخلت لهم كلهم. حتى اللي بتقولك انا بدعم من غير فلوس، دخلت لها وقلت لها مش عايزة منك حاجة غير ان انتي تعرفي المتابعين بس ان لولو عملت قناة جديدة بس. ولا حد سأل فيا. انتوا فاهمين؟ بس الحمد لله الحمد لله، عوض ربنا طلع اكبر من اي حد في الدنيا. القناة اتفعلت في شهرين، تخيلوا الحمد لله. واتقبلت في يوم. يعني هم عامة بيقعدوا شهرين مع بال او شهر مع بال ما يراجعوا القناة. القناة اتقبلت في يوم، لان انا ست بعمل محتوى مستقل خاص بيا. وما بقلدش حد، ما باخدش حاجة من حد، ولا عندي حاجة فيها يعني حقوق طبع ونشر، ولا بعمل الكلام ده، ولا بحط صور حد، ولا بتكلم على حد. فالحمد لله القناة اتفعلت في يوم. يعني اتراجعت واتفعلت تاني يوم بعتولي الرسالة في شهرين. واعتمدت على نفسي الحمد لله، وكرم ربنا كبير. اعتمدت على نفسي وما محدش ساعدني خالص، وربنا عوضني. انا حاسه ان ربنا ان شاء الله هيعوضني عن القناه القديمه وعن الالم اللي انا خدته على وشي بالجامد بصراحه في القناه القديمه. بس الحمد لله.
واديني بشتغل اهو في القناة وبعتمد على نفسي وبقدم محتوى علشان الناس اللي بتحبني تتفرج عليه. وان شاء الله نطور من نفسنا ونعمل ان شاء الله حاجات حلوة تعجبكم. ولو ربنا كاتب لنا النجاح لوحدنا ربنا هينجحنا، لو مش كاتب لنا خلاص انا بعمل حاجة اضيع فيها وقتي ومجهودي، يعني اطلع فيها طاقتي ومع الناس اللي بحبهم اللي بيدوني باور وبيدوني طاقة إيجابية حلوة بتعليقاتهم الحلوة. فأنا مش خسرانة حاجة، وربنا كرمني ونجحت القناة وجابت لي عائد مادي، ده خير وبركة. كلنا في الزمن الغالي ده بندور طبعا على الرزق وعلى المصلحة، لأن إيد واحدة زي ما انتوا عارفين ما بتسقفش. فيعني الموضوع مش جاي عليا بخسارة، وأنا كده كده قاعدة في بيتي، فمش جاي عليا بخسارة. بس أنا قلت بقى إيه يعني أوضح لكم، عشان في ناس كتير بتدخل تسألني يعني. وفي ناس كتير قالت لي انت بعتي المتابعين. لا والله انا ما بعتش المتابعين، المتابعين ما بيتباعوش، ده انا بالعكس انا بعت مجهودي بتاع 5 سنين وذكريات كانت حلوة جدا في القناة، وافكار كانت جميلة جدا. مش عارفة ارجع الفيديوهات دي تاني، ومش عارفة اعمل في الفيديوهات دي اللي كنا بنعملها مع بعض دي تاني، لان انتوا عارفين ان الدنيا بقت غالية جدا والامكانيات ما بقتش زي الاول. يعني ما بقاش فيه المقدرة ان الواحد يعمل الحاجات الحلوة اللي كان بيعملها قبل كده اصلا. كلكم فاتحين بيوت وعارفين ان الدنيا الغالية دي عطلت ناس كتير الصراحة. غلاء الأسعار اللي احنا فيه ده أثر على ناس كتير. فالله المستعان. انا متعشمة خير ان شاء الله ربنا يعوضني ونرجع نشتغل تاني ونعمل برضو الحاجات. انا بحاول اعملها كأنها توثيق لحياتي، اعمل فيها الحاجات المهمة اللي انا بعملها لولادي، علشان الواحد لما يكبر او يفارق الدنيا او كده يبقى له ذكرى ولاده يتابعوها يفتكروا. لما اكبر كده اقعد افتكر نفسي وانا بعمل الحاجات دي. انتوا فاهمين؟ والناس اللي عايزة تدخل عندي وتبتدي معايا صفحة جديدة على راسي، والناس القديمة ما يزعلوش مني، ولو عايزين يدخلوا هنا برضو على راسي. انا بحبكم جدا والله، ومتشكرة جدا لتعليقاتكم. و... والناس الجديدة بقى اللي ما تعرفنيش، انا ست بيت عادية خالص زيكم بالظبط، لبنت وولد. ابني اسمه مصطفى وبنتي اسمها ريماس. 14 سنة ابني وبنتي 12. 11 لسه ما كملتش ال 12. اعداديه وابتدائيه انتوا فاهمين، فاكتر الوقت ولادي واخدينه مني. بس لما بلاقي وقت بشتغل معاكم. انا عايشه في اسكندريه، وبلدي اصلا اسمها رشيد، يعني اهلي عايشين في رشيد، فانا عايشه هنا في اسكندريه مع جوزي وولادي في حياه مقفوله جدا ما فيهاش حد غير احنا التلاتة بس، وحماتي معانا بس ساكنه في الشارع اللي ورايا يعني، بس هي يعني تعتبر عايشه معانا. فالحياة كلها بتتلخص بينا احنا الأربعة يعني. مفيش حد. القرايب بقى والأصدقاء انتوا فاهمين محدش فاضي لحد، مكالمات تليفون زيارات كل فين وفين، يعني مفيش وقت. فالواحد ساعات بيبقى عنده وقت فراغ عايز يكلم ناس يتحاور مع ناس، فمفيش أحسن منكم بصراحة. فالواحد لقاله منفذ كده ومخرج من خلالكم، يعني انه يفرغ الطاقة اللي عنده. بيتي وعيشتي بسيطة جدا زيكم بالظبط. من يوم ما بدأت اليوتيوب لغاية النهاردة يعني ما اتغيرتش، لأن اليوتيوب ما عمليش عائد مادي بتاع الناس الواو اللي اشتروا فيلل وعربيات وكلام من ده. فحالي هو الحمد لله. بس أنا أحسن من ناس كتير جدا الحمد لله، وعندي قناعة ورضا فظيع. يعني أنا الحمد لله عندي قناعة فظيعة. يمكن دي تكونوا بتلاحظوها في كل فيديوهاتي، وفي ناس كتير بتدخل تقولي احنا بنشكرك يعني على قناعتك وعلى رضاكي، احنا اتعلمنا منك القناعة والرضا. الحمد لله، اللي يرضى بعيشته ربنا يكرمه ويوسع عليه. وعندي قناعة ان دايما الصغير بيكبر، ومفيش ربنا بيغير من حل لحل في ثانية. انتوا فاهمين؟ فكلنا متعشمين ان ربنا يبارك لنا في ولادنا ويعوضنا بيهم خير. في ناس بقى سألتني عن حاجات اللي كانت قديمة معايا لما جددت في الشقة يعني، وريتها لكم. في ناس سألتني عن الجزامة عجبتهم يعني وسألوني عليها. لو عايزين تعرفوا الحاجات دي، لو انتوا ما دخلتوش عندي ادخلوا على الفيديوهات، انا عملت لكم جولة في الشقة وجولة في المطبخ، ادخلوا فيهم وانتوا هتعرفوا انا بتكلم عن ايه. في ناس سألتني عن الجزامة.
الجزمة انا جايباها، انا ساكنة في الفلكي، فانا جايباها من عندنا من محل في الفلكي. كانت بحوالي 950 جنيه، هي كانت ب1000 جنيه. بس الراجل شال لي 50 جنيه عشان انا اشتريت منه حاجات تانية. يعني كنت شارية منه ترابيزة وهو اللي عامل لي الكنبة. فانتوا فاهمين، فهو كرمني يعني في ال50 جنيه. لو انتي هتشتريها ممكن تشتريها لوحدها ب1000 جنيه، ما اعرفش سعرها كام دلوقتي، انا شاريها من شهرين تقريبا او 3. الجزامة الناس اللي سألتني في محل في الفلكي عادي. يعني انا ما طلعتش بره، اشتريت من المنطقة اللي انا ساكنة فيها. والكنبة في ناس قالت لي برضو على تفاصيلها، هي طولها 170 في 85 سنتي، انا عاملاها عمولة على فكرة. لان المقاس ده ما كانش فيه انه جاهز. انا خدت مقاس الحته اللي عندي بالظبط، عشان انتوا عارفين المكان عندي ضيق يعني وبالظبط. وخليته فصلها لي بالمقاس اللي انا قلت له عليه. وعمل لي قماش اللي هو الجلد المقلوب ده، وعمل لي اللي هو الاسفنج الضاغط اللي ما بيهبطش. فقال لي اعمل لك خامات كويسه عشان تعيش معاكي، عشان دي في اوضه معيشه يعني احنا قاعدين على طول فيها. وحاولت اقرب الالوان للكنبه القديمه، عشان بصراحه ما كنتش عايزه انجدها عشان كانت هتتكلف كتير. وما كانش عندي ساعتها الامكانيه يعني. وجبت لهم كفرات نفس اللون وكوشانات نفس اللون عشان يبقوا في تدامج كده، ويبقوا مندمجين مع بعض، ما يبقوش شاذين عن بعض يعني. الكنبه كلفتني حوالي 3600. اه 3600. و... ومعرفش بقى دلوقتي الاسعار عامله ازاي، الله اعلم. ممكن تكون في خامات اقل، ممكن تكون في خامات اعلى، معرفش. بس هو وراني الخامات والحاجات قبل ما يعمل. عجبتني يعني. بتتفتح سرير وصحارة، بس طبعا السرير بتاعها صغير لان طولها 170. فهتبقى صغيرة يعني. هو قال لي لو مثلا يعني ايه فتحتيها سرير لطفل ولا حاجة ينام عليها. فقلت مش مشكلة، مش هتخسر يعني. والستاير اللي انا جبتها القطيفه دي جاهزه يا جماعه، انا ما فصلت الستاير. عشان في ناس سالتني هي بتتباع جاهزه كده في السوق، فانا جايباها عادي من محل برضو من عندنا من نفس المنطقه. وستارت البلكونه مش قطيفه، هي قماش يعني. بس برضك انا جايباها جاهزه ركبتها على طول. الستاره كانت ب100 جنيه، فانا جبت ستارتين للبلكونه عشان يكفوا لان البلكونه عريضه. عملوا معايا 200 جنيه، وانا بقى جبت الماسوره والشيالات وكده. وجبت ستارة للحمام برضك جاهزة. وستارة الطرقة برضو جاهزة قطيفة، برضو كانت الواحدة ب75 جنيه، أرخص من 100 على فكرة. وعلى التركيب على طول، وموجودين بصوا في كل المحلات. والكوشنات الفرو دي أنا جبتها من الساعة، في ناس كتير عارفة الساعة. الساعة في ناس بتفرش في الأرض كده. فجبتها من عندهم، الواحدة كانت ب40 جنيه. غير انا جيت اطلبهم اونلاين لقيتها عايزه 50 جنيه شحن وبتبيعها ب45 جنيه. فبصراحه قلت لا، طب ما انا اروح السوق هجيبها ارخص، فلقيتهم في الساعه مالين الدنيا الصراحه. ساعه فاكتوريا دي قريبه مني يعني، انا بركب 5 دقايق واروح. فيها سوق حلو يعني برضو. بس مفيش حاجة عملتها. مفرش السفرة برضك كنت شارية من محل اللي جبت منه الستاير. كان تقريبا ب120 جنيه، كان عامل عليه عرض. والفازة والورد برضو جايباها من محل كان في وشه، يعني كله متسوقة من الفلكي. برضو الفازة والورد كان تقريبا عاملين 150 جنيه. فانا بحاول يعني اقول لكم كل الاسئلة اللي الناس سألتها لي. وفي ناس كتير كانت بتقول لي حلو التغيير، بس في ناس قالت لي اعملي المطبخ كله، الحمام والمطبخ حاجة واحدة. يا حمام يا مطبخ، واعملي اللي هي البلكونة اللي في اوضه النوم حمام. بصراحة الموضوع ده انا فكرت فيه. بس لقيته هيتكلف كتير قوي، بس انا حاولت اجدد البيت بامكانيات بسيطة، حاجات ما تكلفنيش كتير. برضه تحسسني ان انا جددت ونظفت البيت وجبت برضه اللي انا عايزاه. وبقى يعني يتعاش فيه وكده وتستقبلي فيه ضيوف وكده. بس على قد امكانياتي، غير انا اشيل وحط وتكسير وكلام من ده. هيبقى اعلى من الامكانيات، انتوا فاهمين. وانا بصراحة بحب اعمل على الهادي كده وبالراحة. اللي انا عايزاه على الهادي يعني، كل ما يبقى معايا مبلغ بعمل بيه حاجة. وبالراحة، انا مش مستعجلة يعني، ما ورايش حاجة، بعمل بالراحة. مش في يوم وليلة اهد واكسر واستلف وادين واعمل مش عارفة ايه. لا، ما بحبش الحكاية دي بصراحة. واللي اكتر من مقدرتي ما بعملوش، وانتم ملاحظين ان هو ده اسلوب حياتي. وان احنا كلنا فاتحين بيوت وورانا التزامات كبيرة جدا.
والتعليم بقى مكلف، والاكل بقى مكلف، والادويه بقت مكلفه، كل حاجه بقت مكلفه. فاحنا الواحد بيحاول يركز في العيشه عشان الدنيا تمشي. وان شاء الله هعمل معاكم باذن الله روتينات حلوه ونعمل منيوهات حلوه زي الاول فيها توفير برضو، مع ان هنحاول. هو التوفير ما بقاش قوي بسبب الاسعار، بس هنحاول. اتمنى ان اكون رديت على كل اسئلتكم ويكون عجبكم الفيديو. ولو عجبكم بالله عليكم حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الاشعارات الجديدة. سلام عليكم.